وأخيرا بيحل السلام بين الكوريتين، كوريا الشمالية والجنوبية، وقرروا يعملوا مدينة منزوعة السلاح بين الكوريتين اسمها مدينة بيونغها بيعيش فيها الشعبين قبل توحيدهم. لويد الكيبوب المشهور بيوصل لمبنى بلدية بيونغها عشان حفلته اللي هيغني فيها، وبيكون احتفال بمدينة بيونغها. في الحفلة الجمهور بيكون متحمس جدا لفريق فتة اللي بيكون لويد عضو منها، لكن برا الحفلة في شاحنة غامضة بتدخل المكان، وبيبان ان الشاحنة دي مليانة قنابل، والرجالة اللي كانوا جواها بيبقوا مشغولين في ان يزرعوها في اماكن مختلفة جوا المبنى. عمدة بيونغها العمدة تيسوك بيتم تبليغها عن وجود تهديد وان في قنابل عن طريق شخص مجهول. بعد الحفلة لويد بيهرب من الباب الخلفي وبيروح يقابل جيني عشان جايباله حاجة هو كان عاوزها من زمان، وجيني دي بتبقى ايدول برضه وشكلها معجبة بيه. نفس الوقت المجرمين بيطلب منهم الانسحاب فورا عشان مهمتهم انكشفت. لويد بيوصل للعربية بتاعته وبيقابل جيني اللي معاها بندقية كان نفسه يشتريها من زمان، بتحاول تخليه يعجب بيها لكنه مش بيبقى مهتم بيها خالص وفرحان بالبندقية جدا. ساعتها نواب العمدة بيبقوا قلقانين وبيدوروا على حل، وبيكون واحد من كوريا الجنوبية اسمه النائب لي وواحد من كوريا الشمالية اسمه كيم. بيعرض عليها النائب كيم ان يدخل فرقة صقور الجبل عشان تنقذ الموقف، لان مفيش جيش لسه ينفع يدخل المدينة دي، فالعمدة بتوافق على فكرته. في نفس الوقت بتوصل يونجوك وهي مجندة من كوريا الشمالية لفرقة صقور الجبل لمدينة بيونغها، وبتدور على صيدلية لكنها مش بتلاقيها فاتحة، فبيقرب ساعتها منها راجل وست وبيحاولوا يبيعوا لها دواء وبيقولوا لها انه بيعالج كل امراض الحياة، واكيد بيضحكوا عليها. بتركب في الشاحنة بتاعتهم لانهم بيكونوا واخدينها معاهم عشان ما كانش معاها فلوس تكفي تشتري الدواء، فعشان كده بياخدوها تشتغل وتكسب فلوس عشان تقدر تدفع ثمن الدواء اللي بتكون عاوزاه او محتاجاله لحد عنده مرض القلب. فبيجي لها رسالة من النائب كيم اللي بيكون رئيسها انه في حالة طارئة، فبتطلب منهم فورا انهم يوقفوا الشاحنة، ولما ما بيوافقوش بتطلع مسدس وبتوجهه ناحيتهم وبتنزلهم وبتاخد منهم الشاحنة وبتروح على مكان الحفلة. يونجوك القائدة بتاعة الفرقة بتروح على عربية لويد لانها مثيرة للشك، وبيشوفوا ساعتها لويد مع جيني والصحافة كانت موجودة وصورتهم، وبتحصل فوضى في المكان. يونجوك اللي كانت في مهمة اتعصبت وكسرت البندقية المزيفة بتاعة لويد وبتزقه ناحية العربية. في الوكالة بتاعة لويد بعديها بيلاقي نفسه في ورطة بسبب ان جيني قالت للصحافة انه كان بيوعدها زمان وسابها بعد ما خد اللي هو عاوزه منها وبتتبلى عليه، وده بيعمل فضيحة كبيرة ليه، فبيقرر يختفي شوية لحد ما الشائعات دي تهدى. وهو قاعد بيلعب ألعاب الفيديو بتاعته افتكر لما مشي ورا البنت العسكرية بعد ما كسرت البندقية بتاعته وشافها وهي بتتقاتل مع واحد من المجرمين اللي زرعوا القنابل واسمه سونج تاي، واللي قدر يهرب بعدين. في مكتب العمدة نواب العمدة قرروا مع العمدة انهم يعملوا قوات امن موحدة تجمع افراد من كوريا الشمالية والجنوبية عشان يحافظوا على سلام المدينة، وبيلاقوا كمان الشخص اللي بلغ عن وجود قنبلة وبيقبضوا عليه، وبيتضح انها بنت مراهقة من معجبين لويد. بعد كده الوكالة بتاعت لويد بتكون في فوضى بسبب شائعات جيني، وكمان انه كان معاه سلاح بدون تصريح، وبيجبر المدير التنفيذي نجم الكيبوب انه يروح للجيش يأدي الخدمة العسكرية الإلزامية ويخلصها عشان فضيحته تهدى شوية. وبيروح فعلا بيكون في قوات مشاة البحرية، وبيعدي أسابيع وبيكون عاوز ينقل من القوات لأنه زهق وتعب. استنوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، يلا نكمل. وكان في يوم رايح عشان كان هيتنقل لوحدة العلاقات العامة للجيش، بيلاقي نفسه في عربية مجهولة مع زمايله الجنود، مش بيكون فاهم حاجة وبيسألهم هم رايحين فين، محدش بيرد عليه، لكن ناس بتضرب عليهم نار فجأة وبينزلوا من العربية، وزمايله بيقولوا له يفوق لأنهم في حرب حقيقية دلوقتي، واللي بتضرب عليهم دي ذخيرة حية وإنه ممكن يموت في أي لحظة. بعديها بيلاقي نفسه في نص الغابة مع قائدة الوحدة بتاعته اللي بتكون يونجوك، وهي بتأمرهم يقتلوا اللي ضدهم، لكن لويد ما بيبقاش عارف هما بيحاربوا ضد مين. الفريق بيتقسم لثنائيات ولويد بيكون مع يونجوك، والعملية بتبدأ والأعداء بيبدأوا يقعوا واحد ورا التاني، وفجأة لويد بيقع هو كمان، وساعتها بياخد باله ان القائدة بتاعته تكون العسكرية اللي كسرت له البندقية بتاعته، وبيحلم في الوقت ده بنفسه وهو على المسرح ودموعه في عينه والجمهور بيهتف له. الحلم بعد كده بيتحول لأمه وهي بتطلب منه يكسب فلوس أكتر ويأجل دخوله للجيش لأنهم محتاجين فلوسه، لأن باباه وأخوه بيصرفوا الفلوس زي المية، وبتبقى خايفة إنه يموت وهو في الجيش، فبتطلب إنه يعمل تأمين على حياته عشان لو حصل له حاجة يعرفوا يعيشوا. لما بيصحى من الحلم بيلاقي الفريق بتاعه حواليه والقائدة بتصحيه، وبيبان إن كل ده كان تدريب لمكافحة الإرهاب وما كانش فيه استخدام للذخيرة الحية زي ما كان بيقولوا. وبيكون اتنقل لوحدة القوات المسلحة الموحدة لمدينة بيونغها.
لويد كان حاسس بالارتباك لأن كان المفروض يتم نقله لوحدة العلاقات العامة. بتأمرهم ساعتها القائدة إنهم يرجعوا مشي لأنهم فشلوا في تدريبهم سوا وسابوا زميلهم لويد يموت في التدريب. في مكتب العمدة بيبقوا مبسوطين بنجاح خطتهم في تكوين قوات بتضم شعب الكوريتين وكمان من ضمنهم لويد، وإن شعبيته دي هتزيد من وحدة الكوريتين وهيروج لمدينتهم أكتر. كمان بيروحوا يستجوبوا سونج البنت اللي بلغت عن القنابل واللي كانت رافضة تتعاون معاهم. بنروح بقى لجاي هون اللي بيكون قائد الإرهابيين. كان عنده جاسوسة مزروعة في مكتب العميدة وقدر يعرف مكان سونج وبيروحوا يخطفوها. في نفس الوقت لويد اللي كان لسه بيعاني من الألم بسبب الطلقة المزيفة اللي أخدها ناضل عشان يواكب زملائه في المشي لكنهم بيسيبوه وراهم وهو بيكون بيعاني. ساعتها سونج بتقدر تهرب من اللي خطفوها لما نزلوا من العربية اللي كانت مخطوفة فيها وجريت بعيد، وساعتها صدفت لويد اللي كان لسه مرجعش لمكان إقامة الجيش وساعتها خباها من المجرمين وخد لبس الجاكيت بتاعها وقرر يجذب انتباه الإرهابيين بعيد عنها عشان تقدر تهرب بأمان. بعد ما جري كتير لقى نفسه في ورطة لأنه قدامه منحدر ووراه المجرمين، لكن لحسن حظه بتظهر يونجوك اللي قالت لها سونج على اللي بيحصل وبتقتلهم، لكن ما بيكونش قدامها حل غير إنهم ينطوا من المنحدر وبيكون تحت مية. لويد اللي مش بيعرف يعوم بدأ يغرق، لكن يونجوك بتعرف تنقذه وبتسحبه للسطح وبتعرفه ساعتها انها انقذت المراهقة سونج، وبعديها اشادت بتصرفه الباسل في انقاذ البنت دي، وللأسف هي كانت مصابة بطلقة في دراعها. وبنشوف ماضيها وهي كانت بتعيش طفولة صعبة وبيبان انها كانت تعرف جاي هون زعيم المجموعة الإرهابية فايوليت من وهي طفلة. كانوا مع بعض في نفس معسكر التدريب في كوريا الشمالية، وجاي هون كان الشخص الوحيد اللي كان طيب معاها وكان بينقذها وقت الشدة. في الوقت ده لويد بيحاول بكل جهده يعتني بيونجوك اللي كانت بتحلم كوابيس، وبيبان ان والدها كان مسؤول كبير في جيش كوريا الشمالية واتخذ من بيته لانه كان تبع المعارضة، لكنه بيكون مظلوم عشان كده اتخذت في الجيش وهي صغيرة واتعاملت معاملة سيئة جدا وكانت صامدة لانها عاوزة تثبت براءة ابوها. بيحاول لويد ينقذها فبيشيلها على ظهره عشان يوديها للمستشفى. ساعتها بيجي افراد الوحدة بتاعته اللي كانوا بيدوروا عليهم وبيساعدوهم. في مكتب العميدة بيعرفوا ان الفرقة الإرهابية اسمها فايوليت وبتبقى تبع كوريا الشمالية وعايزين يدمروا الاتحاد بين الدولتين، وبيكتشفوا كمان الجاسوسة اللي تبع المجموعة الإرهابية اللي عرفتهم بمكان سونج. وبنشوف المخبأ بتاع المجموعة الإرهابية فايوليت بيكون تحت حانة شريحة جاي هون ومشغل واحد كبير معاه كتمويه كده، ويعني شكله ما يعرفش حقيقته. وجنبهم سوبر ماركت بيبان في واحدة من كوريا الجنوبية متجوزة واحد من كوريا الشمالية، هم بيكونوا أصحاب السوبر ماركت ده وبيكونوا على وشك انهم يخلفوا طفل. وبتظهر كمان ميري اللي بتكون اخت يونجوك وجدتها بس ما بتكونش جدتهم الحقيقيه. في المخبأ بتاع جي هون اتباعه بيقولوا انهم اتخلصوا من يونجوك، لكن جي هون اللي بيكون عارف يونجوك كويس بيرفض يصدقهم. بعد كده بيصحى لويد في المستشفى والمدير التنفيذي لوكالته قاعد جنب سريره. بعد ما مر بكل المعاناة دي لويد بيبقى متضايق من اللي حصل له، بيزعق للمدير التنفيذي بتاع شركته بسبب انه اتحط في الوحدة دي وانها خطر عليه وبيبقى عاوز ينهي ده، وبيعرف انه مش هيقدر لان خبر دخوله للفرقة ده اتذاع للعلن. فبيطلب من مدير اعماله ساعتها انه يعين له محامي، وبتبقى اللي قاعدة في السرير اللي جنبه هي يونجوك وبتبقى سمعت كل الكلام ده وبتبقى غضبانة منه. وكمان بتشوفه بعديها وهو بيتظاهر قدام الإعلام وبتشوفه عديم الفائدة وبتقول عليه مخادع. وهي ماشية في الطرق بتاعة المستشفى بتلاقي النصابين الاتنين اللي قابلتهم قبل كده وبتمشي وراهم لأنها بتبقى عاوزة 10 إزازات من الدواء بتاعهم. النصابين بيستغلوا الفرصة وبيطلبوا منها 1,000,000 وون. في اللحظة دي لويد بيشوفهم وبياخد الدواء منهم وبيوعدهم انه هيدفع 10 مرات اكتر منها لو الدواء ده فعلا فعال، لكن لو هو تعب او حصل له اي حاجة هيتم تسريب معلوماتهم الشخصية للمعجبين بتوعه. والست بتطلع من مشجعينه وبتمنعه من شرب الدواء وبيهربوا. وبعد كده الحاجة اللي حصلت دي بتحبط يونجوك وبتطلب منه انه يخليه في حاله وبتشتمه وما بتكونش فاهمة انهم بينصبوا عليها. جي هون بيظهر ساعتها في المستشفى وبيرحب بيونجوك وبيبعدوا عنها لويد وبيقولوا انها مصابة. بيقعدوا سوا بيتكلموا مع بعض لانه ما شافوش بعض من سنين كتير جدا، وبيمشوا يسيبوا لويد ميت من الفضول. يونجوك بتعرف ان جاي هون اتعرض لاصابات خطيره جدا في مهمته وسرحوه من الجيش. لويد بيحاول يتنصت عليهم بس بينتهي بيه الامر انه يقعد وسطيهم ويقاطع كلامهم وبيبقى مش طايق جاي هون خالص. ساعتها بتظهر هيجي محاميه عينها مدير اعمال لويد وبتكون بنت العمده بتاعت مدينه بيونغها. بيشرح لها ان السلاح اللي جابه كان مزيف
لكن وكالته بتحاول تستغل قضية حيازة السلاح غير القانوني عشان تجبره انه يفضل في وحدة القوات الموحدة. هيجي ساعتها بتقول له يقنع يونجوك انها تشهد بده، لانها بتكون عارفة ان السلاح مزيف عشان كسرته اول مرة يتقابلوا فيها، وان ده ممكن يساعده في انه ينتقل لفرقة العلاقات العامة في الجيش. فبما ان يونجوك كانت امر الاخير بيحاول يقنعها تشهد لكنها بترفض. في الليل لويد بيلاقي يونجوك بتحلم بكابوس تاني، فبيديها لعبة عشان تحضنها وهي نايمة، وبيقعد جنب سريرها وبيغلبه النوم. ولما بتصحى بتزعقله لانه ماسك ايدها، وما بتصدقش لويد لما بيقول لها ان هي اللي مسكت ايده. بعد كده بتستعد انها تخرج، وبترفض تسمع كلام الدكاترة ان ده ممكن يفتح الجرح بتاعها. وبيروح وراها لويد اللي بيكون خايف انها تروح تقابل جيهون. بعديها بيظهر باص المدرسة بتاع ميراي، وزميلاتها بيبدأوا يسألوها عن والدتها، وده بيضايقها. يونجوك بتستنى مع الجدة وصول الباص بتاع ميراي، ولما بتشوف ميراي يونجوك بتبقى سعيدة قوي وبتنده عليها ماما. لويد كان ساعتها بيراقب يونجوك في الخفا، وبيكون في حالة صدمة، مش بيبقى عارف انها اختها، هي بس بتبقى قالت كده قدام زميلاتها في المدرسة عشان بيعايروها انها ما عندهاش ام. وبنعرف انها مريضة في قلبها كمان، وهي الشخص اللي كانت يونجوك بتدور له على علاج. في الليل يونجوك بتقبض على لويد اللي كان بيراقبها وهي رايحة المعسكر عشان ترجع للخدمة العسكرية، وبيحصل ما بينهم مشادة صغيرة وهي بتحاول ترجعه للوحدة بالعافية، لكن لويد بيقنعها تكمل علاجها، وبيمشوا مع بعض للمستشفى. بره المستشفى سونج بتتعرض لإطلاق النار وبتقع من أوضة لويد، فبيشوفوها وبينقلوها بسرعة للمستشفى. ولويد بيبقى قلقان وعاوز يعرف اللي حصل وشايف ان في حاجة غريبة، ويونجوك بتأمره انه يرجعوا لأداء واجبهم ويروحوا المعسكر. بيرجع لويد المعسكر وبيبقى زعلان على سونج، وهو بيتجول بيقابل زمايله اللي بيعرفوه معلومات عن المجموعة الإرهابية فايلوت، وإنها مكونة من أعضاء كانوا في الوحدة 112 من جيش كوريا الشمالية اللي اتسرحوا من الجيش لأنهم ملهمش عوزة دلوقتي بعد توحيد الدولتين، وإن فرقة فايلوت هي اللي حاولت تفجر المبنى اللي كان فيه الحفلة، وإن في بنت هي اللي سربت المعلومات دي. يونجوك بتروح للنائب اللي بيكون تبع كوريا الشمالية وبتقوله على الموضوع لأنه بيكون رئيسها المباشر، وبتعرفه المعلومات اللي اكتشفتها وإن البنت دي سربت معلومات عن فايلوت، عشان كده الفرقة دي بتبقى وراها لأنها عندها معلومات أكتر عنهم، وإنها لغاية دلوقتي مش لاقية الفلاشة اللي عليها المعلومات المهمة دي. أما بقى هيجي المحامية بتاعت لويد مصممة إنها تكسب قضيتها، وبتروح للنائب ليه وبتهدده وبتقوله إنه ينقل لويد لوحدة العلاقات العامة، لأنها عرفت إن هو اللي أمر بنقل لويد لوحدة القوات الموحدة وخالف القانون. وبتكلم لويد بعديها وبتقوله على الأخبار السعيدة بنقله، وبتخليه يعزمها في حانة جيهون عشان يرد لها الجميل. هناك بيقابل يونجوك اللي كانت جاية تزور جيهون. لويد بيبقى غيران على يونجوك وبيبقى عاوز يسمع بيتكلموا في ايه، لكن بياخدوا الكلام مع هيجي عن فايولت اللي اول ما جيهون ويونجوك بيسمعوا اسمها بيركزوا معاهم، لكن في اللحظة دي بتقاطعهم مجموعة من الشباب بيتكلموا عن سونج اللي هي المعجبة وبيقولوا عليها كلام وحش. ده بيخلي لويد ينفعل ويدخل في خناقة معاهم. يونجوك وجيهون بياخدوه بعيد عشان ما يعملش دوشة في المكان والصحافة تيجي، وبيمشوه من الباب الخلفي. بالليل بتروح يونجوك تنام وبتلاقي العروسة اللعبة اللي كان مديها تقعد تفكر فيه، وبتبقى حزينة انه هيمشي. عشان تتناسى مشاعرها دي بدأت تروح تتمرن في الجيم. لويد ساعتها بيروح هناك وبيشكرها على كل حاجة عملتها له، بيطلب منها انها تراقب سونج وتحميها لانه حاسس ان الموضوع كبير. في اليوم اللي بعده لويد بيودع فرقته خلاص عشان هيتنقل لوحدة العلاقات العامة، وبيمشي من العربية بتاعته. في نص الطريق بيطلب من مدير أعماله انه يلف ويرجع تاني عشان يروح يشوف سونج للمرة الأخيرة. وبعد ما بيطمن على سونج بيقعد يمدح ليها في يونجوك وهي بتكون في الأوضة وبتسمع كل ده، وبيرجع لعربيته. بعديها سونج تي اللي هو من أفراد فايولت بيتنكر في زي طبيب وبيدخل المستشفى، لكن يونجوك بتشوفه وبتطرده وبيشوفهم لويد وهو ماشي. ساعتها بيحوطها 2 تانيين وبيقدروا يتغلبوا عليها، فبيجي لويد عشان ينقذها وبيوجه سلاحه ناحية الإرهابي سونج تي. لويد وهو ماسك المسدس على دماغ سونج تي وبيهدده انه هيموته، بيطلع ما فيهوش ذخيرة وبياخدوا منه سونج تي. لكن بيجي مدير أعمال لويد بالعربية وبيعمل صوت عربية الشرطة فبيهربوا المجرمين. يونجوك بتبقى عاوزة تعرف أكتر عن نوايا الإرهابيين، فبتحاول تفتح موبايل سونج لكن ما بتعرفش. فبيجي لويد ساعتها وبياخد الموبايل منها وبيكتب الباسورد وبيفتحه بسهولة لأنه بيكون تاريخ ميلاده، وبيسألها لو عايزة إنهم يشتغلوا سوا لأنه قرر يكمل في وحدة القوات المسلحة الموحدة. يونجوك بتروح بعديها تبلغ رئيسها بالمستجدات، ورئيسها بيبقى حاسس إن لويد بيشتغل مع البنت المعجبة دي وعارف حاجة، وبيخطط إنه يستخدم لويد كطعم للإرهابيين. ويونجوك بتبقى قلقانة على سلامة لويد والمعجبة كمان.
بعدها بيتفق النواب لي وكيم انهم يروجوا لمدينة بيونغها عن طريق انهم يعملوا جلسة تصوير مع وحدة القوات الموحدة اللي عملوها. في الوقت ده جي هون بيدخل المعسكر متنكر بلبس جندي وبيقعد يدور على حاجة، وغالبا بتكون الفلاشة بتاعت سونج، لكن ما بيلاقيش حاجة، وعشان يهرب من المكان بيغير لبسه وبيروح يتظاهر انه جاي يقابل يونجوك، وهو ماشي بيوقع بطاقة تعريفية وبيروح للحانة وبيقعد يلوم سونج تاي الإرهابي اللي راح المستشفى عشان يقتل سونج. فسونج تاي بيبقى متضايق لأن جاي هون ما بقاش يشتغل زي الأول بسبب جونجوك، وإن ما بقاش واثق فيه. وبنعرف إن جاي هون حاسس بالخيانة كجندي بعد ما ضحى بسنين من حياته لبلده، وإنهم اتخلوا عنه بسبب إصابته. وكمان الدولة ما بقتش محتاجة للفرقة 112 لأن أغلبهم كانوا جواسيس ضد كوريا الجنوبية، وإن الدولتين هيتحدوا خلاص فملهمش لازمة دلوقتي. وبيطلب من سونج تاي إنه ما يعملش أي حاجة ويستنوا الوقت المناسب، لكنه بيتجاهل أوامر جاي هون وبيروح جلسة التصوير وبيستهدف لويد ببندقية قنص. يونجوك بتكتشفه وبتفسد خطته وبتبدأ مطاردة بين الوحدة وسونج تاي مع إرهابي تاني. سونج تاي بيهرب لكن زميله بيتقبض عليه، ووقت التحقيق بيكتشفوا إن سونج عندها معلومات عن أسامي الإرهابيين في فايوليت. فالنائب كيم بيأمر يونجوك إنها تفتش في حاجات لويد لأن أكيد عنده الفلاشة، فبتروح تفتش في حاجاته وبتطلب منه يسلمها أي حاجة ممكن تكون سونج ادتها له. بيفقد أعصابه وبيحاول يصدها لكنها بتوقعه على الأرض. بيظهر الفريق اللي بيبعدوا القائدة عن لويد، بيديها بعديها الجاكيت بتاع سونج وهو غضبان، وهي بتاخده وبتمشي. بتروح تسلم الجاكيت للنائب كيم رئيسها وبيأمرها ساعتها إنها تاخد كام يوم أجازة كده وترتاح. لويد بيبقى قلقان على سونج وبيكلم جيهي عشان تساعده يلاقي معلومات أكتر عن سونج. جيهي بتكشف له إن سونج هاكر، ولو عاوز يعرف أكتر لازم يروح معاها حفلة لجمع التبرعات. رغم إنه بيكون متردد في الأول لكنه بيوافق. ميري اللي طلعت معجبة بفيتا خبطت في جي هون وهي في طريقها ليونجوك، وبيساعدها ساعتها تلاقي طريقها وبيوديها ليونجوك. في بيتهم ميري كانت قاعدة مع يونجوك بيفكروا في أهلهم اللي ماتوا، ويونجوك بتتمنى لها حياة صحية سعيدة. كمان بنكتشف إن لويد لقى الشريحة اللي بيدوروا عليها كلهم، وإنه لقاها في جاكيت سونج، وبيقعد يفكر هيعمل إيه ساعتها وهو نايم على السرير. في نفس الوقت يونجوك بتواجه جي هون عن تزوير موته في كوريا الشمالية بعد ما وصل لها معلومات عن الموضوع ده، وهو بيرد إنه عمل كده عشان عاوز يعيش حياة طبيعية في كوريا، لكنها بتكون شاكة فيه. في يوم الحفلة الخيرية لويد بيتجهز عشان يحضرها، وهو في طريقه بيخبط في يونجوك اللي بتكتشف إنه رايح الحفلة ساعتها، وبتروح تكمل تحقيق في مكتبها وبتراجع ملفات التحقيق. يونجوك بتلاقي إن سونج كان المفروض تحضر الحفلة دي واسمها موجود في المدعوين، وبتفتكر لما قابلت جدتها الصبح قالت لها إن جي هون هيكون حاضر في الحفلة دي كمان، فده زود شكوكها وبتبقى قلقانة على لويد. فبتروح على الحفلة لكن بتتمنع إنها تدخل لأنها مش لابسة لبس مناسب. فمدير أعمال لويد بيشوفها وبيساعدها إنها تغير لبسها عشان تعرف تدخل الحفلة، وهي داخلة لابسة فستان. لويد كان مذهول وقال لها إنها جميلة في الفستان. ساعتها جيهي قربت منهم وخدت لويد بعيد عنها لأنها بتكون غيرانة. بيروح جي هون يتكلم مع يونجوك، لويد بيشوفهم وبيسحبها ساعتها عشان يلعبوا لعبة، والفائز بيتم التبرع باسمه لتأسيس مؤسسة لقلب الأطفال، وبيكسبوا في اللعبة وبيكونوا مبسوطين بفوزهم. في الحمام جي هون بيستلم شنطة مليانة فلوس، وحد مجهول بيقوله إنه لازم يخلص شغله في أسبوعين ولو ما أتممش الموضوع هتكون نهايته. وبيكون شادو رئيس المنظمة. لويد بيبدأ خطابه، بيحصل ساعتها ضرب نار والفوضى بتنتشر في كل مكان. يونجوك ولويد بيجروا ناحية بعض. لويد ساعتها بيتضرب في دراعه، ويونجوك بتقطع حتة من الفستان وبتلف دراعه وبتطلب منه يخليه مكانه، وبتروح تجري ورا المجرمين. جي هون بيساعد سونج تاي بيهربوا بعربيته. يونجوك بتشوف العربية وبتمشي وراهم بالموتوسيكل لغاية القبو. لويد بيشوفهم وبياخد عربية جيهي وبيروح وراهم. في القبر جي هون بيحاول يسعف سونج تاي، وساعتها بتطلع عليهم يونجوك بالسلاح. جي هون بيخلي سونج تاي يهرب وبيمسك يونجوك وبيطلب منها انها تسيبه. بتبكي وهي خارجة من الحانة، ولويد بيبقى قلقان عليها. في مكتب العمدة ممثل كوريا الشمالية النائب كيم بيعترف ان الارهابيين كانوا زملائه زمان في عمليات ضد كوريا الجنوبية، وبيقول لهم انهم لازم يركزوا على شادو قائدهم الخفي. العمدة بتأمرهم انهم يخفوا الحادثة دي عن الاعلام. اليوم اللي بعده لويد بيقابل جيهي وبيوعدها يجيب لها عربية جديدة بدل اللي خدها منها. جيهي ساعتها بتكشف له ان سونج كانت في وحدة الهاكرز في كوريا الشمالية وملهاش اهل، وكوريا الشمالية بعتتها تدرس في روسيا، وانه اكيد كان مهم بالنسبة لها لدرجة انها تعرض حياتها للخطر بسببه. بيكون متأثر من كلام جيهي. في نفس الوقت يونجوك بتبقى قاعدة في مكتبها وبتفتكر اللي حصل، اما بتعرف ان جي هون هو قائد فرقة فايلت، وبتفتكر لما قال لها انه حاسس بالخيانة لان كوريا الشمالية اتخلصت من الجنود الكوريين الشماليين المخلصين. عشان كده يونجوك بتقرر انها ما تكشفش هوية جي هون للنائب كيم لما بيسألها عن اللي حصل،
وبتكون في صراع مع نفسها. بتروح بالليل وبتنام جنب اختها اللي بتوريها فيديوهات للويد وبتقول لها انه لايق عليها. بتتألم ميراي ساعتها ويونجوك بتوعدها انها تشفي ألمها. لويد بيتسلل لقب جيهون وبيسمع يونجوك وجيهون بيتكلموا. جيهون بيحاول يقنع يونجوك انها تنضم ليهم وبيوعدها انه هيساعدها في عملية اختها، لكنها بترفض انها تخون بلدها. اليوم اللي بعدين النائب لي بيدي لويد تصريح لليلة واحدة عشان يزور اهله اللي كانوا في المدينة، لكنه بيرفض وبيطلب يشوف سونج بدل اهله وبيروح يزورها يطمن عليها. في نفس الوقت يونج بتتفرج في السر على مقطع فيديو لتسجيلات اعتراف الارهابي اللي مسكوه، وبيكون هناك النائب من كوريا الشمالية وهو بيطلب من المساعد بتاعه انه يعذبه لحد ما يعترف، وبيقفلوا الكاميرات عشان ما يتسجلش ده. وبيجي بعدين النائب التاني اللي تبع كوريا الجنوبية وبيحاول يقنعه بالمسايسة، لكن برضه مش بيعترف. بعد كده الإرهابي اللي كانوا قبضوا عليه بيهرب مع الجاسوسة اللي تبع فرقة فايوليت. يونجوك بتستعد عشان تروح وراهم، لكن لويد بيمنعها وبيبقى قلقان عليها. بعديها بيرجع للمعسكر، بيلقى الوحدة بتاعته بتكون جاهزة عشان يبتدوا مهمة القبض على المجرم الهارب، لكن لويد بيطلب منه انه يروح لبرج المراقبة الرئيسي عشان يكون في امان. ولما بيروح هناك بيبقى قلقان على يونجوك وبيطلب من النائب انه يروح يقابل اهله. جيهون بيطلب من الارهابيين انهم يتجمعوا في الحديقة، وبيقابل الارهابي وبيديله شنطة مليانة فلوس، وبعديها بيروح للجاسوسة بيضرب عليها نار، وكل ده بيتراقب من برج المراقبة. اظن ان الجاسوسة كانت بتشتغل الطرفين. الوحدة ساعتها بتجري ورا جيهون وبتلحقه، لكنه بيقدر يهرب لان يونجوك من فوق كانت بتصوب على جنود الوحدة، لكن كانت بتصوب على السترات المضادة للرصاص فمش بيتأذوا. لويد بيطلع ليونجوك وبيسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كده، وهي بترفض انها تجاوبه. بعدها نائب المفوض كيم بيشك في يونجوك فبيقرر يعتقلها، لكن لويد بيمسك ايدها وبياخدها بعيد عن المكان، وقبل ما يمشي بيوضح للنائب انه بقى يواعدها وهم كانوا مع بعض وقت ما حصل ضرب النار. بيبقى فرحان بيهم العاملين هناك، والنائب كيم ما بيكونش مصدق وبيأمر المساعد بتاعه انه يستبعد يونجوك من المهمة دي وانه يلاقي جيهون. بيطلع لويد ويونجوك من هناك وبتزعله انه عمل كده، وهو مبيكونش فاهم السبب اللي بيخليها متضايقة كده. بعديها بيسرب النائب ليه معلومات مواعدة لويد للصحافة، وفعلا الخبر بينتشر، لكن لغير العادة بيبقى الجمهور سعيد بالأخبار دي وبيباركولهم. كمان بيطلب النائب كيم من الفرقة انهم يراقبوا لويد ويونجوك، وهم بيروحوا يقولوا لهم انهم بيشجعوا علاقتهم. فبيقرر لويد ويونجوك انهم يمثلوا انهم سوا. هي كانت رافضة الموضوع في الأول، لكنها بتوافق عشان يقنعوا النائب وما تترحلش لكوريا الشمالية. تمثيلها بيبقى فاشل، لكنه بيطلب منها انها تعمل اللي هو بيقول لها عليه. بيروحوا بعديها المنطقة بتاعتها وبيقابلوا جيرانها اللي بيباركوا لهم، وبعديها بيروحوا لبيتها وبتعرفوا على اختها. وساعتها زملائه في الفرقة كانوا وراهم لانهم بيراقبوهم، لكن دخلوا ياكلوا في مطعم الجدة اللي بتربي اختها. ويونجوك بتدخل اوضتها تعمل حاجة، وبيجي فجأة جيهون اللي بيطلب منها تسافر معاه هي وميراي لأمريكا، لكنها بترفض وبتقول له انها سددت الدين اللي عليها لما انقذها وهي صغيرة، ويا ريت انهم ما يتقابلوش تاني عشان بتبقى عارفة انها لو قابلته هيكون بالنسبة لها عدو ولازم تقتله، وبيودعها بعديها. ساعتها زملاء لويد في الفريق بيعملوا لهم اجواء احتفالية في سطح بيت يونجوك عشان يحتفلوا بيهم، وفعلا بيقضوا وقت ظريف كلهم سوا. وبعد الحفلة بتقعد جونجوك مع لويد وبتقول له انه ما يحبهاش وانهم ما كانش لازم يتقابلوا من البداية وحياتهم مختلفة عن بعض، وبيعرف لويد ان هي كمان معجبة بيه. بيروحوا سوا المعسكر بتاعهم ولويد بيوصلها لأوضتها، لكنها بتحس فجأة بحاجة غريبة وتعرف ان النائب كيم حاطط لها جهاز تنصت فبتكسره. بيروح تاني يوم لويد بيتها تاني وبياخد اختها في فسحة وبيروحوا الملاهي وبيلعبوا سوا، وكمان لويد بيغني لهم أغنية لأنها بتطلب منه ده، وبيقضوا يوم كله سعادة. بعديها الحيزبونة هيجي اللي بتبقى حاسدة سعادتهم لأنها معجبة بلويد من طرف واحد بتوري النائب كيم فيديو متصور ليونجوك وهي مع جيهون بعد إطلاق النار، وبتطلب من النائب كيم إنه يبعد يونجوك ويرحلها من البلد. بعديها في الليل بيعترف لويد ليونجوك إنه معاه الفلاشة اللي كل الناس بتدور عليها، وبتيجي أختها ساعتها وبتطلب منهم إنهم يتصوروا سوا. بياخدوا صور مع ميراي وبتسيبهم لوحدهم بعديها، ولما بيطلعوا مش بيلاقوها وبيدوروا عليها، وبيتبعت ساعتها رسالة للويد من جيهون بيقوله إنه عاوز الفلاشة مقابل ميراي. بيطمن لويد يونجوك إنه هيحمي ميراي وبيروح له، وهناك بيغضب لويد على جيهون وبيديله الفلاشة. وساعتها بيجي سونج تاي اللي بقى مش تحت طوع جيهون وبينفذ أوامر شادو بس، وبيوجه المسدس ناحيتهم وبيسرق الفلاشة منهم، فبيجري وراه جيهون. بيستغل لويد ده وبيروح يطمن على ميراي وبيرجعها لبيتها، وبتلوم يونجوك ان اداهم الفلاشة، لكن بنكتشف ان اداهم فلاشة مزيفة وان الفلاشة الحقيقية هو حطها في اللعبة اللي كان مديها لها، وبتاخدها منه وبتقول ان الامر خطير وان يخلي باله. بيظهر النائب كيم ساعتها وبيقبض عليها بتهمة الخيانة، وهي بترجع له الفلاشة في السر قبل ما تمشي. وبتصحى ميري وبتشوف اللي بيحصل،
بيغمى عليها ويونجوك بتقعد تصرخ وبتبقى قلقانة عليها. بيوعدها لويد إنها تبقى بخير وما تقلقش وإنها هيوديها المستشفى. اليوم اللي بعده وهم بيرحلوها بيوعدها لويد إنه هيطلعها وإنها ما تقلقش على ميري، هي كويسة دلوقتي. بيجري لويد على مكتب العمدة وبيقول لهم إنه معاه قائمة الأسامي بتاعة المجموعة الإرهابية فايلوت، وإن عاوزهم يفتحوا الفلاشة هنا حالا قدام كل الناس، ولو ما فيش اسم يونجوك ساعتها يرجعوها لهنا. بتوافق العمدة وبيفتحوا الفلاشة على الشاشة، لكن لويد ما بيعرفش كلمة السر وبيضيع محاولتين، لكن بينجح في التالتة وبيبان هوية الأشخاص اللي تبع المنظمة دي، والعمدة بتأمرهم إنهم يقبضوا عليهم كلهم. بيطلب منها لويد إنها تحرر يونجوك، وكانت جنبها بنتها هيجي اللي كانت متضايقة وبيعرف إنها السبب في سجن يونجوك وإنها معجبة بيه عشان كده عملت كده، فبيزعق لها وبينهي علاقة الصداقة اللي كانت معاها. في مكتب العمدة بيبلغها النواب إنهم قبضوا على أغلبية المتورطين في المجموعة الإرهابية إلا الرئيس بتاعهم اللي بيكون اسمه شادو لأنه ما كانش في القائمة اللي في الفلاشة. فبتأمرهم العمدة ساعتها إنهم يعملوا كل اللي بإيديهم عشان يقبضوا عليه. بتكون يونجوك في الزنزانة ومحبوسة مع واحد من المجموعة الإرهابية فايلوت اللي بيعرفها إن رئيس المنظمة ناوي يقتل لويد ويفضح مدينة السلام بيونغها عشان ما يتمش التوحيد على خير. بيطمن لويد على ميري وبيقعد معاها في المستشفى، وبعديها بيعرف إن يونجوك اتحررت من السجن لكن اتحولت لوحدة تانية اسمها الوحدة الثورية في كوريا الشمالية، ولويد بيبقى حزين ومشتاق لها وعاوز يسافر لها، لكن صعب ان ده يحصل. وهو في عز حزنه بيلاقيها داخله عليه من الباب وبيرحبوا ببعض، وبيعرفها لويد انه لقى دكتور يعمل لميري عمليه القلب ليها، فبتفرح جونجوك وبتشكره على اللي عمله معاها. بيروحوا يطمنوا على ميري في المستشفى، وبعديها وهم ماشيين من المستشفى بيظهر النواب وبياخدوا لويد بعيد عن يونجوك، وكمان بيحطوها في الحجز لانهم لسه شاكين فيها، وبيقولوا له انها كمان استقالت من الجيش وانه في خطر لانهم عرفوا ان بقيه مجموعه فايولت عاوزين ينتقموا منه. بيطلب لويد منهم انه يتكلم مع يونجوك، وبيبقى عايز يعرف السبب اللي خلاها تسيب الجيش مع انها بتبقى عاوزه تبرئ ابوها من التهمه الظالمه، فبيكتشف انها عملت كده عشان بتبقى قلقانه يحصل له حاجه وكمان عشان اختها. بيمشي بعديها لويد مع العميده والنواب وبيعرفوه ان حياته مهمه لسلام مدينه بيونغها وكمان عشان العلاقات بين الكوريتين، وبتاخده ساعتها العمدة على جنبه وبتشرح له انها عاوزة تستخدمه كطعم عشان يقبضوا على شادو رئيس فايولت، وان في حد من جواهم بيبقى جاسوس ليه وهيعرفوه مكانه وهيلقط الطعم ويعرفوا يقبضوا عليه ساعتها. بيوافق لويد على خطتها بس بشرط ان فرقته تبقى معاه لانه بيثق فيهم، وبيروح يتفق مع الفريق بتاعه على اللي هيعملوه. بيروح مع العمدة اللي بتطلب انها تكون معاه في نفس العربية للمكان اللي بيتفقوا عليه، وبيتكلوا على الله بالعربية، وبيكون معاهم 4 عربيات شبههم وزملائه لابسين نفس لبسه عشان يخدعوا شادو وما يعرفش في انهي عربية لويد الحقيقي. في العربية بتاعت لويد بيقف في مكان مش متفقين عليه، وبتبقى متفاجئة العميدة انه متفقش معاها على كده. فالمهم بيبان سونغ تاي وهو بيحاول يقنص لويد، لكن بيوقفوا جي هون اللي بيقوله كفاية خلينا ننسى الماضي ونعيش في سلام، لكنه بيرفض وبينزل عشان يضرب لويد. فجاي هون بيضرب طلقة تحذيرية عشان ياخدوا بالهم، لكن بيقدر يوصل سونغ تاي للويد وبيضرب نار، لكن بتظهر ساعتها يونجوك اللي بيكون حررها النائب ليه من الحجز، فبتضرب طلقة عليه وبيقع. وبينزل ساعتها جاي هون من فوق، وبنكتشف انه كان متفق مع لويد على الخطة دي لانه بيكون ندمان على اللي عمله مع يونجوك وعاوز تكون سعيدة وان ساعدتها مع لويد، فبيتصالح معاه. بيفوق سونغ تاي وبيضرب نار على لويد، لكن جاي هون بياخد الطلقات عنه، وبتيجي فرقة لويد وبيضربوا النار عليه. تجري يونجوك على جاي هون وبتفضل تعيط وتقول عليه انه تعيس الحظ من وهو صغير. وبعد ما بتخلص كل الاحداث دي لويد ويونجوك بيمشوا بالعربية سوا وبيهون عليها اللي حصل، وكمان بيفكر وقتها في الاحداث اللي حصلت، وبيتوصل لمين هو شادو او رئيس فايولت. بيتوجه هو ويونجوك لمكتب العميدة اللي هناك هي بتكون مجتمعة مع النواب، وبتأمرهم انهم يخلوا المكان من الموظفين ويقفلوا الابواب. وبعد ما بيعملوا كده بتوجه اللوم على كوريا الشمالية انها هي اللي عايزة توقف السلام بين الدولتين، فبيرفع النائب كيم سلاح عليها وبيدافع عنها النائب ليه، وبيرفع السلاح هو راخر وبيتخانقوا الاتنين سوا. في الوقت ده بيوصل لويد ويونجوك المكان، ما بيعرفوش يدخلوا لانهم قفلوا الابواب. بيعلن ساعتها لويد ان شادو هي العمدة، فالنواب بينزلوا المسدسات وبيرتبوا الاحداث وبيصدقوا لويد فعلا، والنائب ليه بيروح يفتح له الباب. بيروح لويد وبيحاول يقبض على العمدة، لكنها بتاخده رهينة وبتوجه السلاح ناحيته. وبيدخل قوات الأمن في الوقت ده وبيطلب لويد من يونجوك إنها تضرب النار على العمدة وإنه واثق فيها، لكنها بترفض لأنها بتخاف تضرب الطلقة على لويد. لكن النائب ليه بيضرب النار والفالح بيجيبها في لويد وبيقع. ساعتها بترتبك العميدة وبيقدر يمسكها الأمن وبيقبضوا عليها. يونجوك بتمسك لويد وبتقعد تعيط وبتقوله إنها بتحبه. لويد بيفوق وبيبقى مبسوط بالاعتراف ده وبيقول لها إن هو بيحبها كمان،
وبعديها بيوريها انه لابس سترة مضادة للرصاص. يونج جوك ولويد بيروحوا يزوروا ميراي في المستشفى قبل العملية اللي المفروض تعملها لقلبها، وبتنجح العملية. ولما لويد بيروح يدفع فلوس العملية بيقابل سونج اللي بقت دلوقتي قاعدة على كرسي متحرك، وبيطمن عليها وبيديها كلمات مشجعة. بعديها بيعرض على يونج جوك الجواز، لكنها بترفض وبتقول انها مش عاوزة تتجوز دلوقتي. بيحضروا حفلة جواز جارة يونج جوك، وبيسألها ساعتها لويد تاني عن الجواز وامتى هيتجوزوا، فبترد انه بعد ما يخرج من الجيش لازم يرجع للغنى. فبيعرف انها رفض الجواز عشان مسيرته في الغنى ما تتأثرش وده يأذيه. بترمي العروسة الورود وبيقع في ايد يونج جوك، وده بيفرح لويد. فرقة لويد بتغني في الفرح وبينضم لهم لويد، والكل بيستمتع بوقته. وفجأة بتيجي رسالة للفرقة ان عندهم مهمة في أفغانستان، فبتعرفهم القائدة يونج جوك بالمهمة وبتأمرهم يروحوا على هناك فورا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. سلام.